الشمس بتبتسم وناس وهوا، والعصافير بتغني في سما غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نصه التاني يروح معاه ويملى الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بصحة وعافية دايما يا رب. والنهاردة روتين جامد جدا في غرفة نومي، ده أول روتين ليا على القناة بتاعتي. شاطرة ونشيطة مع دي. يا رب بقى تدعموني وتعملوا اشتراك للقناة ونتابع بعض كده عشان نتعرف على بعض وتتنشطوا معايا وتشوفوا كل جديد انا بعمله، هتتحمسوا بيه وهتفرحوا بيه. بس يا رب روتيناتي تعجبكم وتنور رضاكم. معايا بقى غرفة نومي زي ما انتوا شايفينها كده. انا كنت عملت قبلها بيوم الدولاب، نفضته كله وشلت الهدوم الشتوي، طلعتها وشلت الصيفي. وزي ما انتوا شايفين معايا كده، الاول حاجة هبتدي بيها اشيل الحاجات اللي حواليا، لاني نظام السرير كده يعني خلاص زهقت منه، خد وقته فترة طويلة، لان انا كل فترة بغير نظام السرير بتاعي. فحبيت ان انا ابتدي بقى تنظيف الغرفة معاكم، لان هي بصراحة اكنها بقالها 25 سنة ما تنضفتش. انتوا هتشوفوها معايا هتبقى عاملة ازاي يعني. دلوقتي بقى انا فتحت الشباك وعشان اطهر الاوضه واعقمها، لانها بقالها فتره طويله ما اتنضفتش. وزي ما انتوا شايفين كده المخدات دي بصراحه هلكت جامد وبقالها كتير، يعني زي ما انتوا شايفينها متقطعه ازاي. فانا حبيت ان انا انجدها، فهشيل كده الروز بتاعتها دي وهغسلها، وهشيل بقى الستارة دي. طبعا انا هبقى اودي المخدات للمنجد عشان ينجدها لي، هبقى اديله اكياس كده عندي بتاعت مخدات، هعملها يعني بدل القماش المقطع ده. وهشيل بقى الستارة واغسلها كويس، لان انا عاوزة افرش برقع، وهاخد من الستارة دي قماشة جزء منها هعمله برقع. يعني انا عندي مكنة في البيت بعمل كل حاجة عليها، يعني اي حاجة فنية بعملها عليها، وانا الحمد لله يعني والشكر ليك يا رب بعمل حاجات فنية كتير وعندي ابتكارات حلوة هتفيدكم جامد يعني الفترة الجاية ان شاء الله. داخلين على رمضان ان شاء الله باذن الله، يعني تعود علينا الايام بخير. هعمل لكم ابتكارات جميلة جدا هتفيدكم وتفيد البيت بتاعكم. وداخلين على رأس السنة برضو ان شاء الله هعمل لكم حاجات جميلة جدا هتحبوها. طبعا انا بقى هشيل ما بحبش اغسل الستاير وفيها البلابل اللي هي الحديد دي، لانها في مرة انا في اول الجواز بتاعي كانت ستارة شيفون فغسلتها وهي فيها الحاجات دي. وبعدين اول ما خرجتها من الغسالة يعني مش قادرة اقول لكم اجرك الله، يعني الستارة كلها بقت اكنها ممزوعة كده، شرايح شرايح كده متقطعة. فمن ساعتها وانا ما بقتش حابه ان انا يعني احط البلابل دي. طبعا برضو شلت الحاجات اللي فوق الدولاب كلها وبصوا بقى منظري عامل ازاي من التراب. مش قادره اقول لكم بصراحه الدولاب كان عامل ازاي، لدرجه يعني انا مش قادره، كنتش قادره من التراب، كتم نفسي رحت لابسه كمامه. هدومي كلها بقت كلها تراب ازاي، لكنها بصراحه زي ما بقول لكم بقالها الاوضه 25، بقالي فتره طويله ما بعملهاش بصراحه. بصوا هنا معايا الطبق ده انا كنت جايباه في جوازي، بس هو طبق كبير جدا جدا، كنت بشيله فوق ظهر الدولاب لاني ما ينفعش احطه تحت السرير. وحطيت فيه في مره بطانيه في البانيو بغسلها، وبعدين هو اعرض من البانيو، وبعدين ضغطت عليه جامد لحد ما اتفلق كده ولزقته، برضو مش نافع، مش عارفه اعمل له ايه بصراحه، ومستخسره ارميه لان بينفع في غسيل البطاطين واللحافه وكده، يعني كبير وحلو. فانا مستخسره ارميه لان هو نوع جميل جدا. دلوقتي هنا بقى ايه، انا عملت عامله كنت محتاسه حوسه كبيره، وانا بعمل بغير السرير شلت طبعا الملل، لان انا ما فصلت الكاميرا لان ما بقتش عارفه خالص، الاوضه صغيره جدا عندي، اوضه النوم صغيره جدا جدا،
وعندي المرتبتين دول بصراحة رخامة المراتب اللي هي القطن دي، ان هي اما بتيجي تتشال بتقلب الدنيا، بسبب ان هي ما بتبقاش واقفة كده على حيلها هتزقيها لبره الأوضة، لا دي بتبقى متنية وتقال جدا جدا، ومرتبتين فصعب قوي. هنا طبعا انا كنت فاصله الكاميرا ولفيت السرير، طبعا بعد عجوبة من المراتب مش عارفة ازق السرير، الأوضة صغيرة ومش عارفة الف السرير من المراتب ومش قادرة اشيلها، مش عارفة اشيلها خالص، متنيين كده على بعض وتقال جدا، فمش عارفة ازق المراتب. والحمد لله تمت على خير، وحطينا المراتب اول مرتبه اهي، وبستعين ببنتي لان انا كان هين عليا اجيب الجيران كلها تشيل معايا المراتب دي، بس الحمد لله حطيتها. وطبعا قبل ما احطها مسحت تحت السرير ونفضت الملل وظبطت دنيتي كده، وحطيت الحاجات اللي هي تحت السرير اللي انا ما بستخدمهاش كتير. وطبعا انا عاوزه اشيل العسكري ده، هو اسمه عسكري او الشوفونيره زي ما حد بيسميها، اي حد بيسميه. وطبعا بقى ايه عاوزه انقله، والحته اللي هي بين السرير والدولاب دي مش هتخرجه من الحته الصغيره دي، فحبيت ان انا ارفعه على السرير عشان انقله احطه جنب التسريحه، لان انا ايه مش عاوزاه يبقى في وش الباب كده، باب الاوضه اول ما حد يخش، فانا حطيته اهو جنب التسريحه على جنب، يعني انا ما اوريكم منظر الاوضه هتشوفوه. وطبعا بقى ايه عندي هنا اسمها ايه النجفه عاوزه انضفها طبعا عشان يبقى كل حاجه نظيفه، فروحت ايه فرشه كده ملايه قديمه على السرير عشان اي تراب واي حاجه، لان انا مش قادره اقول لكم النجفه كانت عامله ازاي. طبعا بشيل منها التراب كله الاول، وبعد كده هجيب ميه وشويه اريال كده صغيرين، واروح باي حته ناشفه ابلها، واروح برضو ايه ملمعاه عشان بعد ما بشيل منها التراب تبقى متلمعة وجميلة كده حلوة. وطبعا بزعف الأوضة كلها من العنكبوت، لان كان فيها عنكبوت كتير، والسرة اللي هي برضو فوق النجفة دي برضو ايه غسلتها، برضو شلت منها التراب وكده. بصوا عندي الورق الحائط ده، الورق الحائط ده جميل جدا جدا وبيغير من شكل الأوضة، ورخيص مش غالي. انا بجيبه جبته من سوق التلات، الرول كان من كذا سنة، يعني انا كنت جايبه الرول في 10 متر، هما بيقولوا 10 متر بس هو مش مكمل ال10. جبته ب50 جنيه. الله اكبر الله اعظم، معلش اللي هفصل بس. وفي منه الوان واشكال كتيره جدا هتليق على الفرش بتاع بيتك، وممكن تستخدميه في المطبخ او في الرفوف بتاعه الدواليب. بصوا هنا انا جبت بقى حته مبلوله اهي زي ما انا قلت لكم بشويه اريال عشان المع برضو، واكد على النجفه كده عشان ايه الابيض اللي فيها ده ما يغيرش. بس برجع تاني للورق الحائط، الحته بقى اللي هي واقعه دي عاوزه اجيب لها دبل فيس، عشان ايه الزق الحته اللي واقعه دي، لان هي اللزق بتاعها خلاص طالما هو اتشال من على الحيطه فما بيرجعش يلزق تاني، الحته اللي بتتشال دي ما بترجعش تلزق تاني. طبعا بصوا بقى منظر التسريحه كله، انا خلصت الجزء اللي ورا السرير ده كله نظفته، ونظفت الشباك والحيطان كلها، وطبعا فوق ظهر الدولاب كله نظفته. همسك بقى التسريحه دي بقى انكتها كده، واشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه ارميها، والحاجات كل الحاجات اللي بتبقى ليها لازمه بشيلها في مكانها. واظبط بقى الدنيا كده واخليها زي الفل زي ما انتوا ايه هتشوفوها دلوقتي. طبعا كده انا خلصت اهو الحمد لله الحمد لله. بصوا منظر الكرسي ده، كان عندي قطة زمان بقت تقعد تخربش في الكرسي ده اول ما جبته جديد والله. بصوا برضو المرتبة دي برضو هجيب بقى المكنسة وهشفطها كده، عشان انا كنت قبل كده شايله الاكياس بتاعه المرتبه دي كنت غسلاها، ومن ساعتها ركبتها وما خيطتهاش، فانا دلوقتي بقى ايه هشفط كده المرتبه، وهغسل برضو هرد روح المرتبة كده واغسلها من فوق، اغسل الكسوة بتاعتها من فوق عشان برضو ايه تبقى نظيفة وتبقى ريحتها حلوة. وهشفط ظهر السرير الكوبوتينيه ده برضو عشان هغسله برضو، لاني بقاله فترة طويلة بصراحة ما غسلتش الكابوتونيه ده، ومع اللي بيقعد على السرير بيسند راسه او كده مرة على مرة بيغمق برضو، ما بيبقاش مزهزه زي الاول. وطبعا عشان برضو ايه يبقى كل حاجة نظيفة. والكرسي ده برضو هيلك برضو كان عندي في الريسبشن بره، هشيله برضو، شيلته وحطيته برضو ايه عشان بحب ما اجي اقرا قرآن
اصلي واقرا قران. بحب اقرا في الاوضه عندي يعني قران وكده واصلي فيها. بحب اقعد على كرسي. انا كنت حاطه كنبه دي هتشوفوها برضو معايا في روتينات بعد كده، حطيتها في اوضه المعيشه. انا بحب احط حاجه في اوضه النوم يعني يتقعد عليها عشان قرايه القران وكده، وبحب اقعد يعني ما بحبش اقعد على السرير طول الوقت يعني. بس وبتبقى شكل حلو برضو في الأوضة يعني. فأنا بقى مسكت المرتبة كده بقى هاخدها كده، لأن هي بصراحة طول ما هي مفكوكة المرتبة بتبقى كبيرة وبتخرج بره شباك السرير، فما بتبقاش حلوة خالص، وبتبقى منفوخة كده غير السرير. فهي بقى منظرها جميل ازاي بعد ما لميتها. طبعا مرة تانية بقى أعمل المرتبة اللي تحتها، لأنها خدت وقت مني جامد وتعبتني بصراحة، لأن الإبرة كانت رفيعة. فأنا كده خلصت بقى هعمل الخلطة بتاعتي الجميلة اللي نضفت لي وخلت لي السرير ريحته جميل ومفحفح كده، واي بقع، لان كان في بقع كده خفيفة برضو فيها فشالتها لي. انا بقى حطيت اريال، جبت اوكسي حطيت فيه شوية وحبة خل، وهذا ده كلور الوان. كلور ده بص الدوني ده انا هسيبه، لاني بعد ما هغير المية واعمل مية شطيف. جبت برضو ليفة نظيفة وجديدة. هروح بقى عامله الغسيل بقى، يعني هدوب كده الاريا والحاجات دي لحد ما تعمل كده رغاوي جميله حلوه، عشان احس برضو بالانتعاش. والريحه بقى مش قادره اقول لكم كانت جميله جدا، لاني برضو حطيت شويه دوني وحطيت برضو شويه كلور الوان، فهو ده بيدي برضو ريحه كده وجميل. قعدت بقى ادعك كده. طبعا المسحوق ده شال لي البقع، كل البقع، لان الكرسي ده بصراحه اتبهدل جامد في الريسبشن، لان هو فاتح وكده، مع ان انا بحبه جامد، شكله جميل وشيك وجديد. فانا حبيت ان انا بقى انضفه كده، عشان مره على مره البقع دي هتثبت فيه وهيبقى ملحوس كده وشكله مش حلو. فعشان انا بقى حطيته في الاوضه هنا، وبعدين بقى عشان اقرا عليه قران وكده، فيبقى برضو نضيف كده وجميل معايا. كل بقى همسك كده كله هنضفه من فوق ومن تحت ومن الظهر ومن الجناب وكده. هي الجناب كانت عندي نظيفة برضو، مش قوي زي الايدين بتاعته والمقعدة بتاعته. طبعا انا حاطاه جنب الكرسي جنب الشوفونيرة دي، لاني مفيش مكان عندي، مفيش مساحة كبيرة يعني وكده، فلزقته كده. والضرفه اللي هي بتاعت الشوفونيره دي فيها حاجات بقى اللي هي الخاصه بتاعتي، اللي هي بتاعت الشغل بتاعي، اللي هو بتاع الاعمال الفنيه، قماش وحاجات وقماش شيفون وقماش دانتيل وحاجات اللي هي بستخدمها للحاجات الفنيه بتاعتي. طبعا بعد ما انا غسلته هحط بقى، اجيب ميه نظيفه وهجيب الدوني وبقماشه كده نظيفه، واروح بقى انشف، مش انشف يعني ابل كده القماشه وامسح على الكرسي كله، بحيث ان انا اشيل الصابون، يعني بحاول ان انا اشيل الصابون اللي كان فيه الاريال والحاجات اللي انا عملتها عليه، لان برضو عشان مرة على مرة لو انا سبت الصابون ده بيغير مع الكلور والحاجات دي، بيغير من درجة اللون بتاعت القماشة نفسها. فبشيل بقى كده الصابون والحاجات دي، ومنه برضو الدوني، يعني دور شطيف كده، زي اكنها دور شطيف، بيعطر لي برضو الكرسي نفسه. انا نفسي بقى يعني الايام الجايه دي ان شاء الله، نفسي قوي اغير من لون الغرفه بتاعتي، لون الغرفه النوم الخشب دي، لان انا ما بحبش البنيات خالص. هتفرق جامد قوي لو انا غيرت درجه اللون بتاعه الخشب. وفي مره برضو جيت اتهبلت كده وحبيت ان انا اغير من السرير، جبت البخاخ الرش، بيتباع عند بتاع الموان، هو سبراي كده في الوان كتيره، درجه الوان كتيره. فانا حبيت ارش السرير، رشيته كده بقى اللون ده، فمرضتش ان انا اجازف واعمل الدولاب، خفت ان هو يبوظ بصراحه. بس ان شاء الله ابقى معاكم يعني كده، اجازف برضو واغير اوضه النوم كلها، وانا اللي هعملها بنفسي، يعني انا هعملها بنفسي ان انا اغير، لان انا عندي برضو عملت حاجات كتير عندي في الشقة. غيرت السفرة وغيرت غرفة المعيشة، الالوان بتاعتها غيرتها بابيض، وهتشوفوا معايا السفرة لونها جميل جدا، تحفة بصراحة. وانا اللي نجدت السفرة، الكراسي بتاعتها كانتش كده خالص، برضو هتشوفوها معايا. طبعا هنا برضو عاوزة اقول لكم هنا حاجة، بس معلش نسيت اقولها لكم. في الكابوتينيه بتاع الشباك السرير، لو انت عندك كابوتينيه اي قماش بتاع قطيفه زي كده، ما تيجي تغسليه يا ريت ما تغسلهوش رايح جاي،
لا ما ينفعش، عشان لو انت غسلتيه رايح جاي هياخد بعد ما ينشف هيبقى مكرمش، القماشة بتبقى مكرمشة وهياخد شكل الرايح جاي وهيثبت، مش هتعرفي تنيميه تاني. فما تيجي اغسليه يبقى اتجاه واحد، يبقى الفرشة نازلة اتجاه واحد، ما تبقيش راحة بقى يعني انتي نزلتي ما تروحيش تاني، لا افضلي ماشية عليه اتجاه واحد عشان يبقى الشكل بعد ما ينشف. هبقى اوريهولكوا، هيبقى اكني انا ما غسلتوش ولا جيت جنبه، القماش القطيفة نفسه زي ما هو ناعم كده وشكله في اتجاه واحد، واللون بتاعه مش مموج لا. طبعا بعد ما غسلته برضو مشيت برضو نفس نظام الكرسي، جبت مية وشطفته بقماشة. طبعا بقى ايه المرتبة برضو، المرتبة لو فيها بقع او اي حاجة زي كده ما ينفعش تجيبي تغسلي البقع بس، لا اغسلي المرتبة كلها، لان انت لو غسلتي البقع بس هتيجي ايه هتلطشلك، والحيطة النظيفة هتلاقيها ايه اغمقت، البقع نطفت والحيطة النظيفة اللي هي في الاول اغمقت، فما ينفعش، هتبقى مرتبة متلطشة. فلازم بقى تاخديها كلها كده مرة واحدة. وبعد كده برضو قمت بمية الشطيف برضو بالدوني عشان برضو ايه تعقم وتطهر. وعلى فكرة حطيت في قلب المية دي برضو الخل برضو هيطهر ويعقم القماش وكده. وطبعا بقى هنضف بقى، همسح بقى كل الخشب كله بتاعي. تخيلوا كده معايا لو الأوضة دي بيضة، انا بحب الابيض او اللون الابيض بيريح الاعصاب جامد جامد جدا جدا. فانا بصراحة ان شاء الله باذن الله انا يعني هفضل ورا نفسي كده الحياة دي ما اغير، مع اني انا جوزي من النوع اللي ما بيحبش ان يغير الالوان. عمل معايا مشكلة يوم ما غيرت السفرة، بس والله النتيجة بتاعتها كانت جميلة جدا، وهو نفسه اعترف ان النتيجة بتاعتها حلوة يعني عجبته. بس عارفة ان هو برضو مش هيجازف، مش هيرضى يخليني ان انا اعمل كده، بس انا لو عملتها هعملها واحطه قدام الامر الواقع يعني. بعد كده بيقتنع باللي انا عملته، يعني بيلاقي النتيجة حلوة وهايلة يعني. بصوا عندي باب الأوضة دي كان هو أبيض من بره ومن جوه، جه في يوم هو دهن كان عندنا ابويا، كنت انا بره جيت لقيته دهنه باللون اللي انتوا شايفينه ده، يعني حتى يا ريته اللون حلو كده، لا يعني هو حابب ان هو يغير يعني، بس انا ما اتكلمتش والله ولا قلت حاجة، فانا سايبه الموضوع كده لحد بقى ما ايه في مرة كده يبقى فيه بياض ابقى ادهنه بقى كله ابيض كده ان شاء الله، وهتشوفوه برضو معايا. جبت بقى المية وخلصت بقى كده التنظيف. تخيلوا بقى معايا كده غسلت الكرسي والانتريه والمرتبة، وغسلت الكابوتينيه بقى والمعطرات، مش قادرة اقول لكم ملت الأوضة، خليتها بطريقة جميلة جدا حلوة جدا جدا. طبعا هفتح الشباك عشان ينشف، والمروحة بصوا عندي الكابوتينيه، بصوا هتلاقوا من فوق ناشف فاتح ومن تحت غامق. الحتة دي برضو هجيب الدبل فيس والزقة عشان برضو ايه الشكل برضو. وطبعا الحتة اللي ورا السرير دي ما كانتش كاملة عشان ايه ما كنتش يعني بتاع الورق فاض معايا يعني كان خلص. الحتة بقى اللي هي في الكابوتونيه دي، لان الحتة اللي جزء اللي فوق نشف واللي تحت كان متأخر شوية فنزلت المية تحت فزاد يعني اللون الغامق فيه، فلسه بقى طبعا بعد ما نشف الشكل كله بقى موحد، والكابوتونيه بقى كله جميل جدا. ومنظر الأوضة طبعا بقى هعمل يوم تاني ان شاء الله هفرش الأوضة معاكم، لان انا مش هقدر افرش دلوقتي عشان كل حاجة لسه مبلولة، المرتبة والكابوتونيه والكرسي. فطبعا وهكون عملت برضو البرقع بتاع الستارة، والستارة اكون غسلتها، وبعدين بقى هفرشها معاكم وافرش الأوضة.